منتخب مصر بيتعادل مع بوركينا فاسو في واجادوجو 0-0. منتخب مصر بيوصل للنقطة 20 على صدارة مجموعته ويقترب من كأس العالم بأمريكا 2026. يا جماعة من الآخر منتخب مصر حتى لو كانت غلب مباراة بوركينا فاسو احنا هنوصل كأس العالم 2026 بلا جدال. أسهل مجموعة في تاريخ تصفيات كأس العالم مرت بيها مصر. مين اللي معاك في المجموعة؟ بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا واثيوبيا وجيبوتي. مجموعة ضعيفة جدا ما فيهاش اي فرقة قوية داخل القارة الافريقية. حسام حسن انجح مدرب فاشل في مصر. النهاردة تشوف منتخب مصر لا تلاقي تشكيل، تشوف منتخب مصر لا تلاقي خطة ولا تلاقي جمل ولا تلاقي انتشار ولا تلاقي لاعيبة بتلعب في مكانها. كل الموبقات الكروية ارتكبها حسام حسن في هذه المباراة والمباريات السابقة. حقيقة أنا مش شايف إن هناك أي من الشعب المصري معجب بأداء منتخب مصر مع الكابتن حسام حسن، رغم إنه كان بيحظى بتأييد ناس كتير جدا من المتابعين لكرة القدم. بص لتشكيل الكابتن حسام حسن النهارده كده: محمد الشناوي في حراسة المرمى، عايز يلعب ب3 سيرد باك فبيلعب بخالد صبحي ورامي ربيعة ومحمد هاني. من امتى يا جماعة محمد هاني بيلعب سيرد باك؟ ازاي؟ بأي منطق؟ بأي فلسفة؟ بأي خطة كروية محمد هاني يلعب سيرد باك؟ ما انت عندك في الاحتياطي حسام عبد المجيد وعمرو الجزار ومحمد ربيعة، 3 انت اللي مختارهم. لو عايز تلعب ب3 سيرد باك زي ما لعبت يبقى الأولى حسام عبد المجيد او محمد ربيعه او عمرو الجزار، مش انت اللي مختارهم يا كابتن. بتفتكس ازاي وتلعب مع محمد هاني سيرد باك؟ هو اساسا باك رايت تلعبه يعني سيرد باك وانت عندك 3 مراكزهم الاصليه سيرد باك يلعبوا معاك. حسام عبد المجيد افضل من محمد هاني، رامي ربيعه محمد ربيعه افضل من محمد هاني، عمرو الجزار افضل من محمد هاني. افتكاسه. تعال نروح تاني خط النص: مروان عطيه واحمد نبيل كوكا. احمد نبيل كوكا اللي جماهير الاهلي مش مقتنعه بيه ولا مدربين، معظم المدربين اللي دربوا النادي الاهلي كابتن حسام حسن بيلعبوا النهارده الاول معاه مين؟ مروان عطيه العائد من الاصابه، رغم انه لعب الماتش اللي فات مهند لاشين ونبيل عماد دونج احتياطي. لما خرج مين؟ لما خرج حمدي فتحي ومعاهم محمود صابر. النهارده لا، افتكاسه جديده، يلعب مروان عطيه اللي راجع من الاصابه ونبيل كوكا اللي مستواه بقول لك مش لادد على جماهير النادي الاهلي. خط الهجوم: صلاح ومرموش وتريزيجيه. ليه؟ عشان ما يلعبش مصطفى محمد. هناك مشكله وطار بايت بين حسام حسن ومصطفى محمد. حتى لما عمر مرموش اصيب وخرج بعد 8 دقايق نزل مين؟ نزل اسامه فيصل. يا مؤمن اسامه فيصل لاعب البنك الاهلي اللي لسه السنه دي ما قدمش حاجه، ما جابش اهداف ولا شال البنك الاهلي، برضه مصر حسام حسن. ده هو لعب النهارده من غير مهاجم عشان الهجوم اللي تعرض ليه في مباراه اثيوبيا. ازاي ما تلعبش مصطفى محمد؟ قال لك النهارده مش لاعب بمهاجم صريح. فيقوم يشاء القدر ان عمر مرموش يصاب وينزل برضه اسامه فيصل. ليه؟ لان هناك شيئا ما يضمره حسام حسن في نفسه تجاه مصطفى محمد. يا عم حسام، هو انت بتعاقب مصر؟ انت عندك مشكله مع مصطفى محمد، لكن مصر ما عندهاش مشكله مع مصطفى محمد. لو مصطفى محمد ما رضاش يمضي للاهلي دي مزعلاك وانت بتقدم اوراقك وفروض الولاء والطاعه للنادي الاهلي، ما تعاقبش منتخب مصر يا باشا. ده مش منتخب مصر. حسام حسن بهذا الشكل سوف يقود منتخب مصر الى الهاويه. المنتخب رايح للهاويه، الا اذا بقى كان اتحاد الكوره بيحفر لحسام حسن حفره بايده. لما يروح كاس الامم هيقابل بقى الفرق القويه، حتى لو طلع من دور المجموعات ويبدا يقع في الجزائر وتونس والمغرب والسنغال ونيجيريا والكونغو، هيبدا يبان منتخب مصر وهيقولوا لحسام حسن مع السلامه. بس انت يا عم هنا ابو ريده مستني فضيحه لمنتخب مصر عشان تمشي حسام حسن؟ ما بقول لك يا عم الجواب بيبان من عنوانه. يا جماعه حسام حسن افشل مدرب ناجح في مصر. تخيل درب كام فرقه؟ درب المصري والمصريه للاتصالات والزمالك والاسماعيلي ومصر المقاصه ومنتخب الاردن والاتحاد السكندري وبيراميدز وسموحه ومودرن فيوتشر. ما خدش بطوله واحده يا مؤمن.
مع اي فريق دربه، ما خدش بطوله، ونقوم نجيبه مدرب لمنتخب مصر. اصل يا عم حماسي كده بيتنرفز تعصر والكلام من ده، عايزينه يحمس اللعيبه. انت يا باشا انت جايبه لمنتخب مصر، للاعيبه محترفه، كريمه اللعيبه في مصر. محمد صلاح افضل لاعب في العالم، جايب له حسام يحفزه وينشطه، وعمر مرموش من مانشستر سيتي، جايب حسام حسن يعاقب مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي. هو ده اللي انت جايبه؟ تخيل ان مرتب حسام حسن في الشهر 1,000,000 جنيه من جيوب دافع الضرائب احنا، ها واخد بالك انت، عشان يجي يقدم هذا الهزل الكروي اللي بيقدمه، ويدي لاخوه 750,000 جنيه ويقول لك حققت حلمي. حلم مين يا عم؟ ده انا لو انت جبتني اللي ما بعرفش يعني الفرق بين الباك رايت والباك ليفت، هطلع بمنتخب مصر كاس العالم في وسط المجموعه الضعيفه والهزيله دي. اذا استمر حسام حسن مع منتخب مصر فكل يوم استمرار ليه يعني فضيحه كرويه قادمه لا محاله لمنتخب مصر. احنا مستنيين فضيحه. ليه؟ لان حسام حسن ما بيلعبش كوره. حسام حسن مفيش شكل جديد. شوف مثلا حلمي طولان بيعمل ايه، فيه جمل، رغم انه ما عندوش اللعيبه اللي ما عنده حسام حسن. حسام حسن لم يقدم الجديد. حسام حسن جاي يقدم فروض الولاء والطاعه وكل حاجه ممكنه عشان النادي الاهلي يرضى عنه. حسام حسن بيعاقب منتخب مصر وبيعاقب مصطفى محمد عشان الاهلي يرضى عنه. ينفع يكون ده مدرب لمنتخب مصر؟ هل في كتير من الشعب المصري راضيين عن اداء المنتخب النهارده؟ لا لا لا، انا لا اظن ولا اعتقد ان الكثيرين من ابناء هذا الوطن ممن يعشقون كرة القدم راضيين عن اداء حسن النهارده. والله لا لا لا، مفيش حد راضي. مفيش كوره، ده منتخب ضعيف يا عم. ده لو احنا جبنا مركز شباب العثمانيه يلعب بوركينا فاسو ده هيكسبوا يا عم بلاش مركز شباب العثمانيه، نجيب مركز شباب بشبيش. هات يا عم مركز شباب بشبيش وخلي سمير عوض يدربهم وشوفوا هيوصل يغلب بوركينا فاسو دي ولا لا، يوصل كاس العالم. ومع احترامنا للكابتن سمير عوض واحترامنا لحسام حسن واحترامنا لمركز شباب بشبيش، لكن ده اداء وشكل منتخب مصر؟ لا. منتخب مصر وصل للنقطه 20. منتخب مصر واصل يا سيدي، واصل كاس العالم. حتى لو اتغلبنا من بوركينا فاسو هنكسب جيبوتي وغينيا وهنوصل. خلاص خلصانين من المشكله دي. لكن تتعادل مع بوركينا الفرقه الضعيفه دي وتدي لحسام 1,000,000 ولاخوه 1,000,000 الا ربع عشان هذا الاداء؟ هو مفيش اداء اساسا، عشان هذا العبث الكروي اللي بيقدمه وهذا العند مع اللاعبين في سبيل رضاء النادي الاهلي. منتخب مصر وصل نقطه 20، مركز اول. بوركينا فاسو 15، بالمركز الثاني سيراليون 13، مركز الثالث غينيا بيساو المركز الرابع 10، اثيوبيا المركز الخامس في 6 نقط، جيبوتي المركز الاخير بنقطه واحده. منتخب مصر قد وصل بالفعل خلاص الى نهائيات كاس العالم في امريكا 2026. مليار مبروك لمصر. لكن يجب مراجعه اداء منتخب مصر مع هذا الحسام. هذا الحسام افشل مدرب ناجح شفته في تاريخ جمهوريه مصر العربيه. تخيل 1,000,000 جنيه كل شهر و750,000 جنيه لاخوه عشان هذا العك الكروي وهذا الاضطهاد الكروي لمصطفى محمد ولاعيبه الزمالك في سبيل ارضاء رفاعة الدسوقي والمنظومه الحمراء. منتخب مصر مع حسام حسن ولا طعم ولا لون ولا ريحه ولا اداء ولا كوره. وبكره الايام تثبت لكم ان الفضيحه الكرويه قادمه لمنتخب مصر طالما استمر حسام حسن واخيه مدربا لمنتخب مصر. ونتقابل في كاس الامم الافريقيه، وخلي الفيديو ده هو عندك وبيني وبينكم الايام.